فيديو النهارده مهم لاي حد نسى الباسورد بتاع الموبايل بتاعه او نسى البن وبيحاول يفتحه كذا مره ومش عارف يحاول، او حتى الباترن او النقش او النمط اللي بنحطه على الموبايل ده. في حاله انك نسيته ومش عارف تفتح الموبايل، خليني اقول لك ازاي تفتحه. بس طبعا في البدايه بفكرك اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناه مش مشترك عشان يوصل لك كل جديد بنزله اول باول. وانا عمر ويلا بينا على الشرح بتاعنا. بص، عشان تفتح الموبايل بتاعك فانت ما عندكش غير 3 طرق. اول طريقه وهي باستخدام اكواد الطوارئ، واكواد الطوارئ دي عن طريق ان انت بتحط كود من الاكواد اللي انا سايبها لك تحت او مكتوبه قدامك دلوقتي على الشاشه، وبتجرب تفتح الموبايل بيهم. ولكن مشكله الطريقه دي انها بتشتغل بس على الموبايلات اللي باصدارات اندرويد قديمه قوي. يعني لما جربت الاكواد دي على كذا موبايل من اللي عندي لقيتهم ما اشتغلوش، فساعتها تضطر تروح للطريقه الثانيه وهي باستخدام حساب جوجل، واللي برضو الطريقه دي بتشتغل على بعض اصدارات الاندرويد. فانت الاول بتمشي معايا بالترتيب، هتجرب اكواد الطوارئ، بعدين تجرب تدخل اكونت جوجل بتاعك لو طلبوا منك، ولكن بدايه من اندرويد بقى ايه 14 و13 و15 و16 الطريقه دي برضو مش شغاله. فهنضطر ننتقل للطريقه الثالثه واللي باستخدام اداه درويد كيت من شركه اي موبي، واللي هتشيل لك القفل ببساطه. حتى لو عطلنا في خطوه الاف ار بي في النص، اللي هي بتلاقي الموبايل حتى بعد ما بتفرمته تيجي تفتحه مش عايز يفتح من غير اكونت جوجل، كل ده برضه هنتخطاه. تعالوا نشوف ازاي على الكمبيوتر بتاعنا. طبعا لينك التحميل الخاص بدرويد كيت هسيبه لك تحت في الديسكربشن او صندوق الوصف وفي اول كومنت مثبت تحت الفيديو ده، عشان ايه ما تروحش تحمله في مكان تاني. زي ما انتم شايفين ده اللينك الرسمي الخاص بدرويد كيت اللي قلت لكم عليه من الموقع الشهير اي موبي. بيقول لك افتح قفل الشاشه بدون كلمه مرور. طبعا زي ما قلت لكم كل الكلام ده حتى لو في بصمه محطوطه على الموبايل، بصمه وش بقى، بصمه صبع، ايا كان، واي ماركه او اي براند هيفتحوا لك كل حاجه. فتعالوا ننزله كده بسم الله، هندوس على التجربه المجانيه. طبعا انا بشغله دلوقتي على ماك، ولكن انت لو معاك ويندوز برضه هيشتغل، فما تقلقش. الطريقه هي هتدوس على انستول عادي. اول ما البرنامج هيحمل هتلاقي الصفحه البسيطه بتاعته دي ببساطه اي حاجه انت عايز تعملها هتدوس عليها، بس كده سهله قوي يعني الدنيا. بيقول لك فتح قفل الشاشه، فهنخش عليه من هنا، هندوس على ابدا. بيقول لك قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر مع كابل يو اس بي وانقر على التالي. طيب ادي الموبايل بتاعي اهو، هوصله. طبعا الموبايل زي ما انتم شايفين هو مقفول بباسورد اهو، ولكن اول ما وصلته اتعرف عليه على طول، هقول له تمام، بعدين ابدا. هنا بيسالني الجهاز متصل ولا لا، اقول له ايوه الجهاز متصل. هنا بيقول لي جاري اعداد ملف تكوين للجهاز بتاعك، الرجاء الانتظار. بيجهز سوفت وير خاص بالموبايل عشان يحطه لنا على الريكفري مود. بيقول لك تم اعداد ملف التكوين الخاص بالجهاز باستثناء موديلات سامسونج القديمه، فان ازاله قفل الشاشه سيؤدي الى مسح جميع البيانات الموجوده على الجهاز. يعني موبايلات سامسونج القديمه بس هي اللي بتمسحش الملفات بتاعتها، فانا بيحذرك انه يمسح كل حاجه. فهقول له قم بالازاله الان. الموبايل نوعه ريلمي اهي. هنمشي بقى على الخطوات اللي ظاهره على الشاشه واحده واحده. هطفي الموبايل تماما وهعمل زي ما بيقول لي، هضغط على زرار الباور مع زرار خفض الصوت كده الاول، بعدين ادخل مع ده وافضل دايس. اول ما يظهر بقى شعار ريلمي هسيب جميع الازرار زي ما هو بيقول لي. هو نقلني كده على الريكفري مود، هتحرك جوه الريكفري مود بزرار خفض وتعليه الصوت وزرار الباور، فهدوس على انجلش. بعدين عندي 3 خيارات زي ما هو بيقول لي اهو. هعمل فورمات داتا، بيقول لي دخل الكود ده اهو، فورمات. بس كده خلاص هو خلص ومسح كل البيانات بتاعت الموبايل بما فيهم كلمات السر والباسوردات وكل حاجه متسجله على الموبايل بحيث نقدر نفتحه بشكل طبيعي. هنا بيقول لك ان بعد اعاده ضبط الجهاز لو طلب منك تدخل كلمه المرور برضو بتاعت الايميل، هنا هتضطر تخش على الجزء الخاص بالتجاوز الاف ار بي مش تجاوز القفل العادي. واخيرا فتح معايا الجهاز، اختار بقى اللغه وافتح الموبايل عادي جدا زي اكني لسه شاري جديد. وعلى ما الموبايل يفتح تعالى اوريك خريطه الاسعار الخاصه بالبرنامج. لو دوست على اشتري الان طبعا هم بيضمنوا لك انه يرجعوا لك فلوسك خلال 60 يوم لو في اي مشكله في البرنامج او ما اشتغلش معاك. عندك اشتراك الشهر ب $30 واشتراك السنه ب $35، وده بيقول لك الاكثر مبيعا وبيشغل لك لحد من 1 ل5 اجهزه. واشتراك مدى الحياه بقى $45 امريكي، تقعد بقى بالموبايل ده طول عمرك. نسيت الباسورد في اي وقت، حبيت تنقل الواتساب، تنقل اي حاجه، طبعا البرنامج بيعمل حاجات كتير جدا، هبقى اشارككم باقي مميزاته في فيديو تاني ان شاء الله. وهنا بقى خلاص وصلنا للخانه الخاصه بجوجل، تدخل بس الجيميل بتاعك والباسورد وخلاص كده مبروك عليك الموبايل بتاعك فتح. ولكن لو انت برضو ناسي الايميل والباسورد هتضطر تخش بقى على تجاوز قفل الاف ار بي وتبدا بقى الموضوع معاه والخطوات واحده واحده. طبعا انا فاكر الايميل والباسورد بتوعي فدخلتهم، وبعدين بقى هدوس على سكيب. خلاص سكيب، بس كده اقدر اعمل بقى باسورد جديد وبصمه جديده وكل حاجه جديده. وبس كده، حاسس ان انا وحشتكم. يلا بينا نختم الفيديو مع بعض. ودي كانت نهايه فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم او فاتكم. ما تنساش اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناه مش مشترك عشان يوصل لك كل جديد بنزله اول باول. وانا عمر واشوفك فيديو جديد. سلام.